رعد، شايفين يا ولاد؟ رعد بعد ما استحمى غرق السرير ميه وغرق البطانيه وشغلانه، يا عشان عمالين يقولوا لك انضف يا رعد انضف يا رعد. ده كان عايز يتنقع قبل ما يستحمى. بس ايه رأيكم فيه بعد ما نضف؟ لسه طبعا هيتسرح دلوقتي، هنسرح له شعره، نسيبه ينشف بقى براحته، محدش يقول لي سشوار والكلام ده، لان ده خطر على الحيوانات. يعني خليها بطريقة طبيعية احسن، هتلاقوا الدنيا كده بقت حلوة. أه والله العظيم انا هو اول مرة اطول كده في موضوع الحموم ده يعني. احنا كل يومين او 3 بنحميه، من بعد ما الجو بدأ يعني يسخن كده، بقينا نحميه كل يومين او 3. بس المرة دي صراحة بقالنا يمكن 4 ايام او 5 ايام ما حميناهوش. اما في الشتاء يا ولاد ممكن تحميه كل اسبوع 10 ايام، يعني حسب ما الجو برد، وحسب طبعا احنا بنبقى فرشين الارض بقى سجاد وبتاع، فما بيبقاش ما بيتوسخش بسرعة زي كده. وعايزه اقول لكم على حاجه، انا اصلا شلت السجاد بسببه، لانه بيدخل تحت السجاد، كل ما يلاقي سجاده مفروشه او مشايه اقسم بالله يروح نازل تحتيها يعني ممكن اللي مش واخد باله يدوس فوقيه. وكلوشي. لا انا كنت عايزه اصوره وهو بيستحمى، بس المشكله بقى ايه، ان هو عشان يستحمى بيبقى احمد وعبد الرحمن معاه جوه، فمش معقوله كلنا هنبقى في الحمام يعني. المهم بقى عايزه انا سامعه صوته وعمال ينونو صعبان عليا. طبعا ما ينفعش ان احنا نسرح له شعره كده وهو مبلول دلوقتي، عشان ما يتقطعش. هو كمان مش هيستحمل، يعني هو مش هيستحمل. لكن لما بينشف شويه بيبقى الشعر بقى بيبدأ يهفهف كده، يهفهف كالحرير، ويبدأ ايه يبقى ناعم. بيبقى فيه سهولة في التسريح. والله يا رعد انا مش عارفه اقولك ايه، سامحني يا ابني، سامحني يا ضنايا. كان نفسي اصورك وانت بتستحمى. يا كلوزي، هيفضل يعمل كده يا ولاد اليوم كله، يعني ممكن يعمل كده مثلا لغايه اهو احنا دلوقتي الظهر بيدن معاكم كده لغايه مثلا ساعه كمان، يقعد بقى يلحس في الفرو بتاعه كده لغايه ما ايه، ما يبقى تمام. راعودي، والله انا بقالي يومين تعبانه يا ولاد، وفي نفس الوقت مش هين عليا رعد. زعلانه قوي. انتوا شايفين انا بنزل فيديوهات ورا بعضيه كده، بس انا المفروض كنت خرجت النهارده، واحتمال كبير جدا يعني ان شاء الله باذن الله يكون بكره. هنزل بقى ان شاء الله اسيوط، ننزل نروح المحافظه يعني. نجيب نشوف بقى المحلات اللي هي فيها القطط. وانا زي ما قلت لكم يا جماعه الخير، ان موضوع شراء القط او دفع ثمنها اللي هو السنور ده حرام يعني. النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه، يعني فيما معناه ان ما ينفعش ان احنا ندفع ثمن لقط او كلب، يعني ما ينفعش نشتري او كلب او قط، يعني ما ينفعش ندفع ثمن اللي هو السنور ده اللي هو القط يعني. ولكن حاليا لو لقينا زي ما قلت لكم قبل كده، لو لقينا في تبني في المحل اللي احنا رايحينه هنتبنى طبعا يعني. يعني هيكون احسن يعني وافضل. لكن لو ما لقيناش هنضطر ان احنا نجيب بيع وشراء، هنشتري نجيب له، لان كمان ما ينفعش حرام ان احنا نسيبه كده. موضوع بقى اللي هو في حاجة كده حد سألني عليها، قال لي ايه رأيك في ايه تطعيم الحيوان، مش عارفة والله، مش عارفة حاجة كده بيعملوها للحيوان
فطبعا ما ينفعش ان احنا نسيب الحيوان كده، برضو حرام. لازم ان احنا ايه، نخليه يتعايش على طبيعته، ونجيب له ونيس برضو يعني. ده حاجة هنتحاسب عليها يا جماعة الخير، ده شيء بالفطرة يعني، ان احنا نعامل الحيوان زي ما ربنا سبحانه وتعالى خلقه، يعيش في وسط الحيوانات اللي زيه ويتعامل معاهم انتوا بتشوفوا رعد لما بيشوف العصافير بيسبهل ازاي، ببقى حاسس ان حاجة غريبة. ده هو ضرب صحوبية مع العصافير. اه والله. فانا عايزة اجيب له قطة تبقى مونساه كده في البيت، ونيس يلعب معاها بدل ما هو طول النهار نايم. يبقى كده عارف ان في حاجة تاني من نفس الجنس بتاعه يتعامل معاه. فان شاء الله باذن الله. المفروض كنت روحت النهارده، بس الصراحه النهارده تعبانه جدا وعندي محشي، فمش هينفع ان انا ايه اروح. يعني مش هينفع ان انا ابقى تعبانه، وكمان انا بفكر ان ما اعملش المحشي لان انا تعبانه. بس والله كنت ناويه ان انا انزل النهارده، لكن ان شاء الله باذن الله بمشيئه الرحمن هيبقى بكره باذن الله. واصور لكم بقى في المحل. وعايزاكم تختاروا معايا يا اولاد. احنا اتفقنا ان احنا ان شاء الله هنجيب اللون الرمادي او الابيض في رمادي. تمام. ان شاء الله لو ما كانش فيه تبني هنشتري. تمام. اخدكم معايا بقى في فلوج كده جميل نتفرج فيه مع بعض. لو ما كانش كده وما لقيناش في المحافظة ان شاء الله، في حد كان قال لي في مكان تاني موجود في المنيا. لو ما قدرناش ننزل المنيا، يبقى ان شاء الله بمشيئة الرحمن وانا مسافرة عند بيت ابويا في محافظة الجيزة هنروح نجيب من سوق الجمعة. فانتوا بقى ايه، بكرة ان شاء الله نشوف ال المحل وتقولوا لي رأيكم واختاروا معايا. تمام. اختاروا معايا احنا طبعا انا عرضت عليكم الرأي وانتوا معظمكم قال لي اختاري هاتي اللون الرمادي. ان شاء الله باذن الله هجيب لون رمادي. انا بحب اللون الرمادي، مش بحب اللون المشمشي، فهجيب لون رمادي او رمادي في ابيض. ولو ما لقيتش الاتنين هجيب لون ابيض ساده. فان شاء الله استنوني، هيبقى في فلوج جميل جدا مع رعد باذن الله. يلا انتظرونا.